في مونديال قطر 2022 سيكتشف الجمهور تقنيات تكنولوجية استثنائية تدخل لأول مرة عالم كرة القدم وبطولات كأس العالم. من أهمها التسلل شبه الآلي المعروف ب SAOT. هذا النظام قادر على إرسال تنبيه آلي عند حدوث تسلل في الوقت الحقيقي لطاقم التحكيم، وهو تطوير لتقنية الفار يسمح بتفادي إضاعة الوقت. يعتمد على ما لا يقل عن 12 كاميرا تتابع كل لاعب وتراقب جسمه بمعدل 50 مرة في الثانية. وبدمج البيانات وتطبيق الخوارزميات يرسل النظام تنبيها تلقائيا بحدوث تسلل. التقنية الثانية هي الكرة التي أطلق عليها اسم الرحلة. تعمل هذه الكرة بنظام استشعار حركة وفرته أديداس، يرسل البيانات 500 مرة في الثانية، ما يمكن من نقلها في الوقت الفعلي لحكام الفيديو. تقنية تبريد الملاعب. 7 من ملاعب المونديال 8 تستخدم تقنية التبريد المتقدم، وهي تقنية ثورية تعمل بالطاقة الشمسية وتدفع الهواء البارد إلى الملعب وأماكن جلوس المشجعين. ملعب 974 هو أول ملعب قابل للتفكيك. بني باستخدام حاويات عددها 974، وهو رمز الاتصال الدولي لقطر، وهو ملعب قابل للتفكيك والتركيب بالكامل. تقنية بونوكل تمكن المكفوفين وضعاف البصر من متابعة البطولة بتحويل المحتوى إلى طريقة برايل، ويستخدم فيها جهاز إلكتروني مبتكر يعتمد على تقنية البلوتوث. وفي إطار الاهتمام بذوي الإعاقة، تم أيضا إنشاء غرف مشاهدة حسية في الملاعب لتوفير مساحات آمنة وهادئة للمصابين بالتوحد، صممت لإشراك حواسهم في العروض التفاعلية مع إضاءة متحكم فيها. تطبيق نافبادي قطر للتنقل وطلب الطعام يسهل على المشجعين الوصول إلى أماكن شراء الطعام ودورات المياه القريبة منهم وتفادي الأماكن المزدحمة. تقنية شحن الهواتف بسرعة إب بالم في محطات خاصة من خلال منافذ USB أو لاسلكيا، وتمكن أيضا من الاتصال بشبكة الواي فاي. تعتمد ملاعب مونديال قطر على إضاءة LED غير الضارة والتي توفر الطاقة وتعمر طويلا. تطبيق أصب هو تطبيق في أسرع وقت ممكن، يحمل على الهواتف لتقديم خدمة التوصيل إلى المقاعد ومحطات النقل والأماكن الرياضية. خلال مونديال قطر ستستخدم حافلات كهربائية صديقة للبيئة لنقل المشجعين من وإلى الملاعب وأماكن أخرى، وهي مجهزة بتكنولوجيا المعلومات عالية الدقة لضمان قيادة صديقة للبيئة. وهذه أول مرة تستخدم فيها حافلات كهربائية في كأس العالم.